الغاليين اللي على قناة أسرع وصفة، أهلا بيكم. هنعمل الكفتة بمكونات سهلة جدا، وهتكون أحلى من بره لأن اللحمة انت ضمناها وانت اللي جايباها بنفسك. شايفين شكلها تحفة جدا وفعلا أجمل من بره. شايفين طرية ازاي ومستوية من جوه ومن بره اهو. وكمان عملناها في الفرن مش في الشواية. تعالوا نشوف عملنا الحاجات الحلوة دي ازاي. ده كيلو الا ربع لحمة. كيلو الا ربع عليه نسبة دهون، اما دهون عادية او دوش. انت بتقولي للجزار انا هعمل كفتة عليه تمن دهون. بجيب بقى بصلاية كبيرة، دي بصلاية كبيرة او اتنين صغيرين، بعصرها جامد لحد ما اطلع كل المية اللي فيها، لان انا هاخد التفل بس. ما ينفعش تخلي مية في الكفتة عشان ما تفكش معاكي. بصلاية كبيرة مفرومة ناعم. بركن بقى المية دي لان هحتاجها بعد كده. وبحط البصلاية لازم تكون مفرومة ناعم، معلقة ملح صغيرة، نص فلفل اسود، نص توم باودر وبصل باودر، كل دي معالق صغيرة، ومعلقة كبيرة بهارات كفتة. ممكن تستغني عن كل ده لو هتجيبي كيس خلطة الكفتة الجاهز، ونص بابريكا، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر عشان ما تخلي الكفتة ما تبقاش كبسة، ومعلقتين كبار بقسماط. البقسماط بيمتص اي سوائل في الكفتة. المقادير دي كلها تنفع مع كيلو او نص، بس تحيقي الملح حسب ما تشوفي، وتدخلي كل المكونات في بعضها. وبعدين بتجيبي بضاية واحدة. البيضة دي برضو تنفع على نص كيلو او كيلو الا ربع او كيلو. بضاية واحدة بتعمل طراوة للكفتة. وبتدخلي بقى كله وتعجني كتير. لازم تعجنيها كتير قوي، اما تضربيها في الكبة ضربة، او في مطحنة الخلاط بالحتة الصغيرة كده. المهم تدخل لحد ما تبقى ليها خيوط، تحس ان هي ليها خيوط كده، بس زي ما تبقى عجينة. بعدين بسيبها نص ساعة في التلاجة. بسيبها نص ساعة كده في التلاجة. بعد ما عدت النص ساعة، بجيب بقى مية البصل، بحط عليها معلقة زيت كبيرة ونص بابريكا، وبضرب كله في بعضه كده. دي هصبع بيها الكفتة. وكده الكفتة بعد ما عدت نص ساعة عليها. دي العصي اللي هي زي الشيش طاووق، بس دي اتخن سنة. لو ما لقيتهاش ممكن تعملي بالشيش طاووق، بس تحطي اتنين او تلاتة مع بعض وتصبعي عليهم. باخد بقى ببل ايدي في الخليط اللي انا عاملاه، وبصبع كده الكفتة. وبعدين بحطها العصي دي. انا كنت نقعاها في مية عشان ما تحرقش معاكي في الفرن او في الشواية. انا كنت نقعاها في مية، وبصبعها كويس، وبقفل عليها من فوق كويس قوي، وبعدين بقفل عليها من تحت. وببل ايدي تاني في الخليط بتاع مية البصل والزيت والبابريكا، وبعدين بمشيها عليها كده عشان اعمل الشكل اللي زي بره بالظبط اهو. بعملها بصباعي كده عشان تبقى ايه زي بره بالظبط، يعني متشكله بكده. بجيب الصينيه الكبيره اللي عندي وبدهنها زيت كويس قوي، وبعدين بحط بقى برص فيها عشان هعملها في الفرن. الكلام ده للناس اللي ما عندهاش شوايه. هعمل معاكم واحده تاني برضو. بجيبها كده بعملها ببل ايدي في الخليط، وبعدين بعملها في ايدي بدورها وبحطها على عصايه. لو عندك الرفيع حطي عصايتين او ثلاثة وصبعي عليهم، ولازم تنقعيهم في ميه عشان ما يحرقوش. باخد كده برضو ببل ايدي في الخليط، وبعمل كده عشان بتعمل لها لون حلو، وبعملها بصباعي عشان تبقى زي بره. بعمل لحد ما بملى الصينيه. انا كده مليت الصينيه، وبعدين الباقي احطه في صينيه تاني، وبكون مولعه على الفرن، ولازم تكون الفرن سخنه. وكده بعد ما عدت ربع ساعه، ربع ساعه بالظبط، بقلب بقى على الناحيه التانيه، وبحطها في الفرن تاني ربع ساعه. ما بتكملش كده. هي بعد ما طلعت، لو اللون كده عاجبك بعد ربع ساعة التانية خلاص. لو اللون مش عاجبك ممكن تولعي الشواية تحمريها شوية تاني لو عايزة تحمريها اكتر. بس عشان خاطر بنعمل بقى زي ما متعودين، بنجيب حلة عشان نعمل طعم وريحة الفحم. بجيب طبق فيه حتة فحمة صغيرة مولعة، كنت مولعاها على البوتاجاز، وبحط الكفتة. شايفين الكفتة بتطلع وطرية وجميلة ازاي، وبتطلع بسهولة اهو. بحطها في الحلة، وايه، وزي ما متعودين احنا ما بنستخدمش فويل خالص، وبطفيها بمعلقة سمنة سايحة، وبغطي عليها وبسيبها. وبعدين اهي الكفتة خلصت.
شايفين شكلها تحفة جدا، والطعم احلى من بره بكتير. على الاقل حاجة انت ضمناها وعارفة انت بتعملي ايه. وشايفين طرية ومستوية من بره ومن جوه. وعملت معاها طحينة، وطريقة الطحينة انا عاملاها مع الفراخ المشوية. يا رب يكون الفيديو عجبكم.